السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، نجد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، هنتكلم فيها يا جماعة عن تلقيح الأرانب، السلالات، وامتى ازاي تلقح الأرنبة، والأعداد اللي مع الام كام، وبناء على الاعداد اللي لازم نلقح الام دي عشان ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. يا جماعه ام ريكس بفضل الله وزنها يعني يتعدى ال 4 كيلو 4 كيلو ونص. ماشي يا شباب، الام دي والده بفضل الله، عيالها اهيت ما شاء الله ربنا يبارك. معانا يا جماعه دي كانت والده 6 ارانب، مات منها واحد، اتبقى معاها كام؟ اتبقى معاها 5 ارانب. ماشي يا شباب، اتبقى معاها كام؟ 5 ارانب. فطبعا الام يا جماعه مطلق والده يوم 11/4. والده يوم كام؟ 11/4. والنهارده يا شباب 18/4. النهارده 18/4. طبعا هي معاها 5 ارانب، يعني كده بقى لها بالظبط 7 ايام والده. معاها كده يا جماعه 7 ايام والده، كده يحل لها ويصح لها التلقيح. انا يا جماعه عرضتها على الذكر ده، لقحتها منه تلقيحها دلوقتي، والذكر ده لقحها تلقيحها دلوقتي. بس انا حبيت اني اثبت لكم ان الام خلال 7 ايام لو معاها 5 ارانب او 6 ارانب تقدر انت تلقحها بعد 7 ايام من الولاده. طب لو معاها 10 او 12، يعني ام زي دي يا جماعه معاها 12 ارنب، يعني ام دي يا جماعه ريس ديت بفضل الله معايا يا شباب 12 ارنب بفضل الله. هم والده يا جماعه 12 ارنب صغيرين اهم. طبعا دي يا جماعه ما ينفعش القحها دلوقتي، اقل حاجه خالص فيها 14 او 20 يوم على اما القحها. ليه؟ معاها عدد كبير، يعني معاها يعتبر ولدتين، ده 12 ارنب ودول 6، يعني يعتبر دي يا جماعه يعتبر ولدتين. فطبعا في حاله زي ديت لازما اني اصبر عليها ما ندور تلقيح بدون تلقيح، بحيث ان احنا الام تاخد راحتها في الرضاعه، والخلفات تاخد حقها في الرضاعه وتكبر. وام يا جماعه ما تخسش، ام ايه ما تخسش ما شاء الله، ام زي الفل يا جماعه، زي ما شاء الله حاجه جميله جدا، صحه وحلاوه يا شباب. ماشي، هنعرضها بقى ايه على الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح العين كده يا شباب اهوت، عشان الذكر ده لقح اول تلقيحه، هنديها له تاني ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ام محمره وزي الفل يا شباب، عشان خاطر هوب 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 هوب. شفت يا جماعه اهي ما شاء الله، دي تلقيحه ثالثه، يعني امنا يا جماعه تلقيحه كده 3 تلقيحات، 2 من الذكر ده يا شباب، 1 من الذكر ده. تمام. فاحنا حبينا من خلال حلقه النهارده نعرفكم ونقول لكم الاوقات او الايام اللي يصح فيها التلقيح بعد الولاده. التلقيح يا جماعه بيصح على اليوم السابع واليوم ال14 واليوم ال21 واليوم ال28، يعني من سابع ل10، من السابع للعاشر، ومن ال12 لل14، من ال14 لل18، ومن ال18 لحد ال21. بتمشي ايام كده يا جماعه، بحيث برضه ان انت ربنا يكرمك وتشتغل وتنجح. وان شاء الله اهم شيء ان انت تكون بتفحص ارانبك كل يوم. طب انت عرضت الارنبه على الذكر النهارده ماشي، والارنبه ما رفعتش للذكر، ما تقومش سايب الارنبه 3 ايام او 4 ايام وتيجي تعرضها على الذكر تاني. لا، الارنبه ديت تتعرض على الذكر تاني يوم مباشره، تاني يوم مباشره، بحيث ان انت تشتغل صح وربنا يكرمك وتنجح وبقى عندك خلفات سلالات زي كده يا جماعه اهو. ان شاء الله ربنا يبارك، يبقى عندك خلفات وعندك شغل زي كده يا شباب اهو ان شاء الله اهو. انا بقى ليه بوريكم يا جماعه الحاجات دي عشان انتوا عارفين احنا شغالين ازاي. ما شاء الله اعداد اهيت ربنا يبارك ان شاء الله. هو خلفات خير هنا برضو يا جماعه، الخير بتاع الام ديت، الام دي برضو يا جماعه والده وعيالها ما شاء الله ربنا يبارك. ماشي اهو يا شباب ربنا يبارك اهو يا شباب. الام دي يا جماعه متلقاها يوم 17/4، والام دي يا جماعه اللي احنا لقحناها دلوقتي حاليا النهارده 18/4، والام دي يا جماعه متلقحه 18/4. انا متلقحين ده النهارده، ده يا جماعه متلقح النهارده. تمام يا شباب. بس دي ما شاء الله كان فيها نسبه جرب كده وعالجتين. الام دي هصبر عليها شويه، الام دي يا جماعه هصبر عليها شويه، لان دي والده اصلا يوم 17/4، والده يوم 17/4. ماشي يا شباب. فطبعا انا حبيت من خلال حلقه النهارده ديت اني اوريكم الدنيا ماشيه ازاي، واي حد محتاج ارانب، محتاج سلالات، محتاج بطاريات مستعمله بفضل الله متوفر دفع بطاريات مستعمله، محتاج عصافير يا جماعه بكل مستلزماتها متوفره عندنا، فصل عصافير والعصافير والعلف الولادات. ماشي
هنا برضه يا جماعه دي المشمع اهوت بفضل الله. وادي العصافير بكل انواعها يا جماعه متوفره برضه عندنا عصافير بكل انواعها. مستلزمات البطاريات السوست والكعان والمشتركات والولادات والعلافات، المشتركات، طبة الماسوره، العلافه، الجرادل، جلدة النبل، خطوط الميه يا جماعه الثلاث عيون والاربع عيون برضه متوفره. ماشي يا ابو، احنا تحت امر الجميع في اي شيء، ربنا يبارك. ده المكتب بتاعنا يا جماعه، إدارة حماد حسن أبو نعيمين اهو. الطيور، الأرانب والطيور، سلالات وعلف وبطاريات وأدوية إن شاء الله ربنا يبارك. وادي الدرع اليوتيوب الحمد لله يا جماعة بفضل الله أكبر قناة في عدد المشتركين في الشرق الأوسط، وهي قناة بفضل الله وطن عربي 165,000 مشترك على اليوتيوب بفضل الله. أبو نرمين يا جماعة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين عشان الفلاش بس هو اللي عامل تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين يا جماعة إن شاء الله ربنا يبارك. أكبر قناة في الشرق الأوسط العربي في المشتركين، تمام بفضل الله. أكبر عدد مشاهدات على اليوتيوب بالنسبة لقناة الأرانب بفضل الله. شباب الحمد لله اتلقحت من الذكر ده. هناخد الأرنبة كده هي برضه كمان تركيها شباب من الذكر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ام محمره يا جماعه بترفع لوحدها هوب 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 اضرب. شفت ده يا جماعه اهي كده برضه تم التلقيح، تم التلقيح بفضل الله. اهم حاجه يا جماعه عندنا هنا لو انتوا لاحظتوا تلاقوا التلقيح بيتم خلال ثواني. مجرد ما بتنزل الام للذكر التلقيح يا جماعه بيتم خلال ثواني. اول ما الام بتنزل للذكر في قلب العين بتاعته. اهم شيء عندنا هنا بقى ان انت ما تسيبش النتايه مع الذكر تبات مع الذكر، ما تسيبش النتايه تبات مع الذكر. طب واحد يسالني يقول لي يا ابو نرمين الام تتلقح كم مره؟ ممكن تتلقح مره 2 3 4 ماشي ماشي. اهم حاجه ما تبيتهاش مع الذكر، ما تبيتهاش مع الذكر لان غلط ان الام تبات مع الذكر. دي نقطه. النقطه الثانيه واحد يقول لي عمر التزاوج عند الارانب قد ايه؟ يعني الام، يعني انا ربيت ارانب وما اناش عارف سنها قد ايه. عمر التزاوج 5 شهور. طب انت ما انتش عارف السن. عرضها على الذكر وهي عندها 3 كيلو وهي وزنها 3 كيلو. عرضها على الذكر هي وزنها 3 كيلو تمام. طب انت اساسا ليه تشتري ارنب من السوق او تشتري ارنب من مصدر غير موثوق منه؟ اما انت مش هتعرف ميعاد التلقيح امتى، مش الدنيا ماشيه ازاي، تلاقي نفسك بخربط وملخبط. واهم حاجه السجلات. اهم حاجه يا شباب السجلات. السجلات بتثبت معاك كل حاجه، بتقول لك الارنب ده اتولد يوم كام والام ديت هتتلقح يوم بعد قد كده. الارنب ده مولود يوم كذا. يعني مثلا كل حاجه عندنا يا جماعه بالسجلات. الارنب ده مولود يوم كذا على البطار، على العلف او بتاع الولاده اتفطم يوم كذا، يبقى عمره يطلع للبيع للحمه قد كده تمام. كذلك برضو الارانب السلالات اللي انت هتربيها سلاله تبقى عارف الام ديت والده يوم كام، تاخد الخلفات بتاعتها وتربيها، تبقى عارف ان الارانب ديت مولوده معاك بتاريخ كذا، يبقى هي عمر 5 شهور تبدا ان انت تشتغل وتلقح. طبعا يا شباب انا حبيت في حلقه النهارده اقول لكم على مده التلقيح من 4 ل 5 دقائق. الام تتلقح وتحطها للذكر يلقحها مره 2 3 4 بالكتير قوي. عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور. مده الحمل بتاعه الارانب من 30 لحد 35 يوم، ده مده التزاوج ماشي. بالنسبه للشغل مع الارانب بالنسبه مثلا للرضاعه، مده الرضاعه 35 يوم، ما تقلش عن كده يا جماعه. مده الرضاعه 35 يوم. بعد كده يا شباب مده الفطام اللي هي مده التسمين معاك من 30 لحد 35 يوم. يبقى الارنب اما ياخد معاك 35 يوم رضاعه و35 يوم تسمين، يبقى كده جاب معاك 70 يوم، يكون وزن الارنب كمل معاك 2 كيلو بالتمام والصحيح. تمام يا شباب. طبعا دي كانت حلقه النهارده. لو انت محتاج اي مستلزمات خاصه بالارانب، خاصه بالعصافير، خاصه بكل شيء يخص الارانب، احنا تحت امر الجميع. طبعا ان شاء الله برضه ديت العلب بتاعنا يا جماعه ان شاء الله نبدا نجهزه. ديت شكاره ملانه الشكاير بتاعتنا يا جماعه جايبينها من المطبعه
طبعا طريقتنا يا جماعه تربيه الارانب والطيور مع ابو نرمين. ماشي. واحنا ان شاء الله انتظرونا الايام اللي جايه في حلقات كتير جدا، واي حد محتاج ارنب يا جماعه تحت امره. اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.